بعد المنظر اللي شفناه ده تعالى اوريكم انضفه ازاي بكل سهوله. شوفوا الوسخ طبيعي كلنا بيحصل عندنا كده. اول حاجه نعملها هنولع على ميه تسخن كويس قوي، تمام، توصل لمرحله الغليان او تسخن كويس، تمام. كلنا بيحصل عندنا المنظر ده. شوفوا الوسخ، شوفوا الوسخ، سكينه، شوفوا الوسخ. مفيش واحده بقى تطلع تقول لي ايه المنظر اللي انت عاملاه ده ولا مش ايه المنظر اللي انت عاملاه ده. انا بس بوريكم طريقه تنظيف البوتاجاز. انا ما بستخدمش اي حاجه غير الحاجه اللي انا هوريها لكم دلوقتي، تمام. من اول تنظيف الحوامل لحد تنظيف العيون لحد تنظيف البوتاجاز نفسه، تمام. شوفوا المنظر، البوتاجاز منظره ما يسرش، تمام. تعالوا اوريكم اعمل ايه. اول حاجه بسم الله صلى على الرسول ونبتدي. اول حاجه بقى هجيب الحوامل بتاعتي كده واحطها فين، واحطها في بوله او في طبق يكون بيستحمل الحراره، تمام. انزل عليهم كيس من كيك الشيف او معلقتين، تمام. انزل بقى بالبيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، ارش كمان شويه كده عليهم، وبعدين انزل عليهم بخل، خل ابيض، خل ابيض عادي طبيعي، تمام. انزل بقى، شوف بقى الفوران اللي هيحصل، تمام. شوف بقى كده بنص كوبايه كده او نص فنجان من الخل. شوف بقى الفوران، بصوا بصوا الفوران ده اللي هيعمل اكلان للوسخ، هيدوب الاتساخ اللي موجود في ايه، في اللي موجود في البتاع في العيون، تمام. ابعدي وشك، ابعدي وشك، ها ابعدي يا جمانة. وبعدين انزل بميه سخنه مغليه، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا شوفوا المنظر. واسيبه بقى شويه، اسيبها في الميه ديت 5 دقايق وبعدين ايه ادعكم. نرجع بقى للبوتاجاز. نيجي بقى للبوتاجاز نفسه، رشيت عليه شويه من كيك شيف، رش عليه تاني، ارش عليه كده كويس، اوزع على الاماكن اللي متسخه قوي. يعني طبعا محدش يقول لي انت سايبه المنظر ده كده ليه، ده بيحصل معايا لما بكون مربوطه في الشغل يا جماعه او تعبانه وسبت البوتاجاز كده، عادي بتحصل معانا كلنا. محدش يقول لي ان ما بيحصلش معاه المنظر ده، طبيعي بيحصل في كل البيوت، واكتر بيحصل مع الناس اللي بتشتغل زينا كده. ربنا يعيننا ويعينكم يا رب. الحمد لله على كل شيء، تمام. اوريكم دلوقتي هيطلع بمنظر ولا كلمه. شوفوا بدأ اصلا يتفاعل كده وانا لسه ما حطيتش حاجه عليه، كمان بيكربونات الصوديوم كده برضو عليها. هوريكم الاتساخ ده هيطلع ازاي. بصوا شوفوا، ممكن تستخدمي بدل الكربوناتو ممكن تستخدمي ملح ليمون، بس انا بعمل بالحاجات اللي موجوده في كل بيت. كل بيت موجود فيه كربوناتو وخل وكيس كيك شيف باقي كده من شغل الكيكات والحاجات ديت. احط بقى الخل. شوفوا الفوران، شوفوا الفوران، عايزاكم بس تشوفوا المنظر ده. شوفوا المنظر. ننزل بقى كده على الاماكن الصعبه اللي كانت متسخه معايا جامد. ننزل بقى بكميه خل كده، فنجان او نص فنجان من الخل، تمام. شوفوا المنظر، شوفوا الفوران، شوفوا الفوران. دي فوران، ده فوران، مش رغاوي الصابون يا جماعه، ده فوران تفاعل الخل مع الكربوناتو والكيك شيف. شوفوا بقى انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، خطوه بخطوه. نيجي بقى كده وهو بيتفاعل كده، انزل بميه سخنه او ميه مغليه. شوفوا ميه سخنه او ميه مغليه كده وانزل عليه. والله يا جماعه ما في بعد التنظيف ده، ولا تستخدمي بقى منظفات ولا الكلام ده كله. 3 دقايق وارجع اوريكم المنظر عامل ازاي. شوفوا بقى بعد ما شلت الميه من عليه، الميه بس بالسفنجه كده، نجيب اي قطعه سلك كده،
سلكه كده من بتاعه المواعين، ونحك بقى كده بسيط. شوفوا المنظر، شوفوا المنظر، بيطلع بكل سهوله، ولا رش ولا حاجه تاذي الستانلس بتاع البوتاجاز ولا الكلام ده خالص. ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو. شوفوا بس كده، بصوا المنظر. واللي تلاقيها صعبه معاكي وما بتطلعش، سيبيها شويه او ارجعي رش عليها شويه كربوناتو بشويه خل، وحكي في حته تانية كده، ادعكي في حته تانية كده غيرها. شوفوا انا مش بعدتي والله ان انا بسوي كده، دايما ايدي فيه تنظيف، بس لما بحس ان انا تعبانه بصراحه وبيكون عندي ضغط شغل ما بستحملش ان انا اقف لان رجليا تعباني، بكسل عليه بصراحه وبقوم قاعده. بيحصل معانا كلنا. بصوا من غير اهو سلكه، من غير بريل، من غير صابون، من غير اي حاجه، ومش ناشفه يا جماعه والله، سلكه مبلوله، سلكه مبلوله. ادعك بقى كله كده كله بالمنظر ده هيطلع معايا سلكه بميه بس، من غير ولا صابون ولا مسحوق اطباق ولا اي كلام من ده خالص. باخد كده من مكان الكربونات والحاجه اللي انا حطاها واقوم دعكه كده ايه بس كده، وادعك وانضف. صدقوني ده افيد حاجه واول حاجه بتحافظ على البوتاجازات. اي رش او اي منظفات تانية بتضر الخامه بتاعه البوتاجاز بتاعك وبتاثر عليه فيما بعد. تمام، نصيحه يعني لوجه الله. ادعكوا كله كده. شوفوا بس المنظر، والله المنظر بقى دلوقتي مريح الى حد ما. شوفوا هكمله واوريكم. شوفوا بقى بعد ما طلعت اللي فيه بجيب شويه ميه شويه بريل، قطعه صابونه كده صغيره فيه، حته سلكه بقى كويسه نظيفه غير السلكه اللي كانت معايا، وابدا ايه ادعك بقى كده كله. اغسل البوتاجاز بقى غسله متينه من غير والله حك ولا فرهده ولا اي حاجه. شوفوا المنظر بيطلع السلكه النظيفه ما بتسيبش اي حاجه. شوفوا المنظر، شوفوا هيبرق معاكي زي المرايه. شوفوا عندك بقى الفرشه بتاعت البوتاجاز، اوريكم شكلها. الفرشه بتاعت البوتاجاز دي بتجيب بقى ايه، بتجيب الزوايا اللي مش هتعرفي تجيبيها بالسلكه. بصوا كنا بقى الوسخ كله باللي كده مسكوه. بالسلكه تمام، تخلي لي البوتاجاز. شوفوا ولا رش ولا اذي البوتاجاز، الدنيا غاليه واللي بيبوظ يا جماعه والله صعب ان هو يتعوض تاني. فنحافظ كده ايه على حاجتنا